بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة تنحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يوم يقوم الحساب، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل قبر أبي وأخي روضة من رياض الجنة يا رب العالمين، هم وكل من قال آمين. زي ما انتم شايفين دي معايا فطيرة اهيت مشلتتة. طبعا انا ما عملتهاش معاكم عشان برضو الوقت ما يطولش في الفيديو. لو عايزين تعرفوا طريقتها شوفوا اكتبوا سيرش كده على طريقة الفطير المشلتت على قناة يوميات بيتي جنتي مع رندا. هتطلع لكم طريقة الفطير الفلاحي الأصلي اللي هو بتاع زمان بقى. النهارده الجمعه زي ما انتم عارفين جمعه مباركه، فقلنا بقى اعمل لهم كده فطير، نفطر فطير وبعد كده نرجع لكم نشوف يومنا هيمشي ازاي. كده زي ما انتم شايفين معايا ميه وغل اهي. تاخدي ثواب كده وانت قاعده في بيتك، مش هتنزلي، مش هتغرمي فلوس حاجه من البيت. اي عصفوره معديه، اي حمامه هتنزل تشرب وتاكل وتاخدي ثواب على سور البلكونه كده. حطي زي ما انا حاطه كده ان شاء الله تاخدي ثواب زي كده. وطبعا كوبايه الشاي بقى بعد الفطار تحبسي بيها بقى كده على الفطار في البلكونه بقى كده جو جميل. طبعا زي ما انتم شايفين انا مركبه ستاره، يعني محدش يكشفني من الجيران، تبقى الستاره في البلكونه دي ستره. احلى كوبايه شاي بالقرنفل كده. اشربها بقى بمزاج وارجع لكم. على ما الشاي يبرد عندي شويه غسيل اهومت هلمهم عشان انشر غيرهم. الغسيل كده على الكرسي اهو على منشر غيره، وبعدين اخده واطبقه معاكم بره. ودي شوية طلبات كنت محتاجاها من تحت، جابوها مع سمك مشوي اهوت. هنعمل شوية رز وبعدين نشوف هنعمل مع بعض. كده السلطة بتاعتي جهزت اهيت. عبارة عن خس، جزر مبشور، طماطم، فلفل، خيار، كابوتشا. هحط بقى معلقة زيت زيتون كده. بسم الله الرحمن الرحيم. قليل من الملح، عصرة ليمونة. وهي مش هقلبها بقى، هسيبها كده لعند وقت الاكل اروح مقلباها، وبعدين تتحط بقى على الوجبه الغدا. ودلوقتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلوا على النبي حبايب قلبي. ما دام عندنا برتقان والغدا بتاعنا هيكون سمك، اكيد يبقى هنعصر برتقان معانا اهوت في العصاره. طبعا لازم يكون يعني على الشفشق كده مصفى زي دي كده وتصفيه علشان ما يكونش فيه اي شوائب. يبقى العصير بتاعك كده سلس كده وما فيهوش اي شوائب. وكده يبقى الغدا بتاعنا اهوت: سمك، رز، سلطة، جرجير، عصير برتقان. طبعا وجبة سهلة وسمك مغذي جدا جدا. وزي ما انتم شايفين الغدا بتاعنا النهاردة لفردين اتنين فقط لا غير.
وكده ختمنا يومنا ان شاء الله بفنجان قهوة مظبوط مع بسكوت 2 اهوت وكوباية مية كده مشبرة من التلاجة. واقول لكم بقى استودعتكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. ولو لو عجبكم الفيديو بتاع الروتين اكتبوا لي، لان انا عملته بناء على طلب برضه من مجموعة من المتتبعين. اشوفكم في حلقة جاية باذن الرحمن، مع الف سلامة.